السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والآخرة. كل عام وحضراتكم بخير وفي سعادة إن شاء الله، ورمضان كريم على الجميع. في الحقيقة ما كنتش هطلع بفيديوهات تانية، ولكن لحين الناس تستوعب الفيديو بتاع استراتيجية الفوز بليلة القدر، ربنا يجعلنا إن شاء الله من الفائزين بليلة القدر. ولكن جالي اتصال هاتفيا صباح أمس من أستاذة قيمة وقامة كبيرة جدا، وهذا الاتصال أسعدني بمعنى الكلمة، وأشادت بالفيديوهات وقالت بهذا اللفظ: لقد لامستني هذه الفيديوهات وساعدتني أيضا في بعض النقاط. ولكن كان ليها سؤال جميل جدا جدا، وأنا بشكرها على الكلام أكثر من رائع اللي هي قالته في حقي. كان ليها سؤال محدد ودقيق، معنى وكلمة بمعنى الكلمة. قالت: عندما أتذكر بعض المواقف بيحدث لي ألم في منطقة الصدر، وكانت هذه الكلمة هي كلمة محددة وفي محلها بمعنى الكلمة، لأن المشاعر السلبية من آلام وضيق وعدم تنفس حتى بعد ذلك بسبب المشاعر السلبية اللي بتكون ضغطة على النفسية في منطقة الصدر. في الحقيقة عشان ما أطولش على حضراتكم، أنا بشكرها للمرة الثانية على الكلام اللي هي قالته الأكثر من رائع، وأسعدتني. وسبب السعادة أن الكلمات البسيطة من العبد الفقير إلى الله قد وصلت لجميع الطبقات وجميع المستويات، فهذا ما أسعدني. ودوت ده إن دل بيدل أن فضل الله سبحانه وتعالى علي عظيما. الحمد لله والشكر ليك يا رب العالمين. الألم، تحدثنا في فيديوهات سابقة عن الألم والمشاعر. الألم المرتبط بموقف بتذكره ده بسبب أنني منشغل بالماضي وقلقان من المستقبل وغير راضي عن وضعي الحالي، ما بين قوسين عدم الرضا، عدم التكيف. أستاذتنا الفاضلة، أستاذتنا الغالية، الحياة عبارة عن مراحل من الأحداث. وقلت قبل كده: رب دعوة دعوت بها يوما ما، وربنا عايز يحققها، فبيضع حضرتك في هذه المرحلة كاختبار حتى تصلي بعدها إلى مرحلة من الاستحقاق، تكوني على قدر من هذا الاستحقاق. ما علي إلا أكون سعيدة أو سعيد بالرحلة اللي أنا فيها، بالمرحلة اللي أنا فيها، أتكيف مع هذه المرحلة. وهو ده اللي احنا بنسميه الرضا، إن أنا بتكيف مع كل الظروف، رغم الألم، رغم الضيق، رغم المشاعر السلبية. نعم، لأن كل شيء هدايا من الله سبحانه وتعالى. كنا زمان واحنا صغيرين لما بنيجي في الشقة بنلعب ولا حاجة، أو بنبقى ماشيين ونتخبط في رجلينا كده نتيجة كرسي أو كنبة أو أنتريه أو حاجة في الأنتريه، دوت كان بيبقى بمثابة بوصلة بترشدني للطريق. بعد ذلك لما هاجي في المكان دوت هخلي بالي. ولذلك أنا نزلت صباح أمس نزلت بوست بيقول أن الألم هو بوصلة الطريق إلى النجاح والطريق إلى الفلاح، يعني بمعنى الكلمة. الألم هو هدية ربانية. لازم إننا هناك رسالة ربنا كل يوم بيكلمنا بيها بشكل غير مباشر، سواء في موقف بشوفه أو في كلام بسمعه. هناك رسالة ربنا عايز إن أنت تاخدي بالك منها. أيضا الألم هو رسالة لازم تعرفي وتتفكري. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اقرأ
دي أهمية الإدراك اللي احنا بنعمله دلوقتي. لازم إن احنا نتفكر ونتدبر ليه الألم دوت هناك رسالة. ما يحدث لي من مشاعر سلبية هناك شيء ما علي غيره. ده ألارم، إنذار، في حاجة لازم تتغير. لا تشغلي بالك بالماضي ولا تفكري في المستقبل، لأنه بيد الله، وتكيفي مع الوضع الحالي، لأن دي مرحلة استحقاقك. هي دي المرحلة. رب دعوة دعوت بها يوما ما فيريد الله سبحانه وتعالى أن يحققها، فيضع بعض الأشياء عشان لما توصلي لمرحلة الاستحقاق تكوني على قدر من هذا الاستحقاق. طب هو ربنا سبحانه وتعالى كوتش هيثم آه، يعني في علاج للألم؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا. طبعا التكيف اللي أنا قلت عليه، لازم أتكيف مع المرحلة اللي أنا بعيشها من أحداث. وأيضا الله سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هو حضرتك ما قريتيش سورة يوسف؟ ما شفتيش سيدنا يوسف مر بقد ايه؟ ما شفتيش الأنبياء والرسل مروا بقد ايه؟ ده هيجي في ايه؟ الألم اللي حضرتك بتشعري بيه ده هيجي في ايه بالنسبة للأنبياء والرسل اللي مروا بيه؟ آه، الرسل مروا بأشياء كثيرة والأنبياء، ولكن كانوا مركزين دايما على الرسالة والهدف الأسمى. فأيضا لازم إن أنت تركزي وتفتشي جواكي وتتفكري وتتدبري أيضا ليه، ما الغرض وما الرسالة من اللي أنا فيه. هو ربنا عايز يديني رسالة إيه؟ هتلاقي الرسالة وهتلاقي الحل. لا تفكري في الماضي أو لا تتعلقي بالماضي، ولا يشغلك المستقبل لأنه بيد الله. وارضي وتكيفي مع المرحلة من الاستحقاق اللي ربنا مديهالك عشان تصلي وتنتقلي إلى مرحلة أعلى من الاستحقاق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار هو وسيدنا أبي بكر، وسيدنا أبي بكر شعر بألم أو قلق وتوتر، فحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطمئنه، فقال له: لا تحزن، إن الله معنا. تزعلان وقلقان ليه؟ ده احنا في معية الله. وقلت في فيديو سابق ربنا في الحديث القدسي بيقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في معية الله، وكان ظنه بالله خيرا، إن ربنا هينقذه من اللي هو فيه ومن الموقف اللي هو فيه. ومش كده وبس، ده شوفوا ربنا عمل إيه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ده أنزل سكينة طمنه، ومش كده وبس، ده ملايكة كمان. وقلت في طاقة الكلمة أن كل كلمة بتخرج من الفم من حضرتك أو من حضرتك بتخرج بذبذبات وطاقات تصدر للكون، تنبعث للكون، وتعود مرة أخرى من نفس القيمة، ولكن ممكن تكون بأعداد كبيرة. فما بال حضراتكم الاستعانة بالله، أن تقول: يا رب أنا مش هحزن وأنت موجود يا الله. الكلمة فيها لفظ الجلالة وتصدر للكون. كلمة لفظ الجلالة، لفظ الخالق للكون، بتصدر للكون. فعايز الكون يتعامل معاك ازاي ويمدك ازاي؟ لازم يمد حضرتك بكل الطاقات، لأن حضرتك استعنتي
بخالق الكون، فلازم يسخر لك كل شيء ويمدك بالطاقات والإيجابيات إن شاء الله. القرآن فيه الكثير والكثير من المواعظ والأحداث اللي ممكن اللي هتفيدك أكيد، مش ممكن، ده هتفيدك أكيد. فعشان كده احنا بنقول دايما، حتى أول آية نزلت في القرآن اقرأ. القراية، الإدراك، المعرفة مهم جدا حتى تتخلصي من جميع آلام الحياة. الحياة مراحل، وكل مرحلة يجب علي أن أتكيف معها، وأن يكون هناك خضوع واستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى حتى أنقل لمرحلة جديرة من الاستحقاق والتزكية والترقية أيضا. لا تحزني، ربنا معاكي. خلي صلتك بالله سبحانه وتعالى كويسة، لأن هو المنبع لكل شيء، لكل الطاقات، لكل النور. الله نور على نور. لا تتعلقي بالماضي، ارضي وتكيفي مع المرحلة اللي بتعيشيها، لأن رب دعوة دعوت بها يوما ما فيريد الله أن يحقق لحضرتك هذه الدعوة، فبيضع بعض بيحط حضرتك كده في مرحلة من الامتحان، بيشوفك هتعملي ايه عشان لما تتنقلي لمرحلة من الاستحقاق تكوني قدها، تكوني على قدر المسؤولية. اوعي تحزني على شيء. ربنا بيقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك. تكيفي مع المرحلة الحالية وكوني راضية، وتحملي ما تكرهي. وكل ألم، كل ألم وراه رسالة، كل شيء وراه رسالة. لو فهمت الرسالة هتستريحي، ولكن علقي الحكم حتى تفهمي الرسالة. ربنا بيقول إن الحكم إلا لله. الحكم بتاعه بس، حكم ليه هو بس. ما تحكميش دلوقتي، علقي الحكم شوية وهتعرفي إن ربنا كان عايز ينقلك لمرحلة أحلى وأجمل وأفضل من الاستحقاق، ومن الترقية، ومن التزكية أيضا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والآخرة.